جربت قبل كده تروح الجيم وما تكملش؟ تدفع اشتراك سنه وتشترك مع بيرسونال ترينر، تنزل تشتري اللبس وتعمل نظام اكل هايل، وتيجي بعد كده توقف تمرين. طب السؤال هنا، هو ده بيحصل ليه؟ مساء الفل. سواء كنت في الجامعه او بتشتغل، فكره انك تكون محدد الاوبجيكتيف للحاجات اللي انت بتعملها دي حاجه مهمه جدا. مهم عشان بيساعدك تبقى مركز في الحاجات اللي انت بتعملها، وان انت تحط اهداف طويله المدى لمستقبلك. الاوبجيكتيف ده بيبقى عامل زي الحاكم ليك، هو اللي بيرسم لك الطريق الصح اللي انت محتاج تمشي عليه، وبيخلي عندك حدود ما تخرجش براها طول ما انت مركز على الهدف ده. احنا بنسمي الاوبجيكتيف دوت الميشن، جمله او اتنين بالكتير بنعبر بيهم عن معنى الحياه بالنسبه لنا، بتخلينا مركزين على هدفنا الكبير اللي احنا عايشين عشانه. دايما بنقول تخيل نفسك عندك 90 سنه قاعد مع احفادك بتحكي لهم عن قصه النجاح اللي انت حققتها في حياتك. تخيل شكل القصه دي هيبقى عامل ازاي، وايه هي النجاحات اللي انت حققتها. I want to so that الجمله دي بتبقى سبب وجودك دلوقتي في الشغل او الجامعه اللي انت فيها، ولو مش ده المكان الصح هتلاقي نفسك بتغير مسارك. تخيل انت راكب مركب ومش انت اللي بتتحكم في الدفه بتاعتها، مش عارف هي رايحه فين ومعكش خريطه تقول لك الطريق بتاعك. انت متخيل ساعتها هتبقى وصلت لفين؟ هتلاقي نفسك مع الوقت وصلت لمكان ما كانش ده اللي انت عايز تروح ليه. الخريطه دي هي الميشن والبوصله اللي بتوريك الكارير بتاعك. بتقدر عن طريقها تحدد خطوات كاريرك، وتقدر تتراجع في اي وقت لو حسيت ان انت مش ماشي في الطريق الصح. عشان كده مهم انها تكون محطوطه قدامك طول الوقت، ولو ما عندكش الميشن ستيتمنت بتاعتك لازم تبدا تشتغل عليها من دلوقتي، وكمان تكون حافظها وفاهمها زي اسمك. وبعدها لازم تشتغل على خطه الكارير بتاعتك، واهم حاجه تكون متاكد ان الخطه ديت هتوصلك في النهايه للميشن اللي انت كاتبها. ونشوفكم الحلقه الجايه.